بص، هي حاجه صغيره قوي، حاجه صغيره جدا، بس لو البنت بتعملها فانا ما بهزرش، انت لازم تسيبها. ما يفرقش معاها لو مراتك، ما يفرقش معاها لو خطيبتك، ما يفرقش معاها لو حب 20 سنه. الحاجه دي لو حصلت يبقى انت مختار غلط، ولازم لو شفت العلامه دي تسيبها. كمان ده هيكشف لك حقيقه حبها ليك، والاهم انه هيكشف لك حقيقه احترامها ليك، لان زي ما انتم عارفين من اول يوم ليا هنا في القناه وانا بقول جمله واحده بس هي اللي على لساني كل فيديو بقولها: الاحترام اهم من الحب. لو بتحبك حب الدنيا كله بس مش بتحترمك، العلاقه دي مش هتكمل. وده بكل بساطه عن طريقه نظراتها ليك وانت بتتكلم. طب ازاي؟ بكل بساطه تخيل معاه الموقف ده: انت واقف مع حد بتتكلم والبنت دي واقفه جنبك، يا ترى هتبقى بصالك ازاي وانت بتتكلم؟ المشكله ان معظم الرجاله مش واخدين بالهم من التفصيله الصغيره دي، بس انت لازم تاخد بالك منها. ولو خدت بالك منها قبل كده يبقى لازم لما تشوف الفيديو ده تاخد قرار، لان التفصيله الصغيره دي بتكشف كل حاجه. وانا هوريك فيديوهات، هوريك دلوقتي انا اقصد ايه بالظبط عملي، هوريك ناس فعلا اتحطت في الموقف ده. بس انا دلوقتي زي ما قلت لك، اتخيل معايا انت واقف مع حد بتتكلم والبنت واقفه معاك، يا ترى هتبص لك كده ماسكه موبايلها شويه، تنفخ، متضايقه، مش طايقه نفسها، عماله تتحرك يمين وشمال قدام وورا، ولا البنت بصلك كده، بصلك لفوق، معجبه باللي انت بتقوله، مركزه في كل كلمه انت بتقولها لان هي بتحترمك وبتحترم كلامك؟ دي تفرق جدا جدا جدا. خليني اشرح لك ده في فيديو عملي دلوقتي. The beginnings of the age of information, ripping off identity. What was the story of identity theft? That's all that stuff is prescient to be written in 1981, filmed in 1985 or 86, and still live. Not to mention Phil Tippett's extraordinary stop motion animation and Verhoeven's infusion of medieval, because he's got a degree in medieval history, you know, with all of the mythic images of resurrection, if you will, you know, if you want the book. شاف مراته مع انها جميله جدا جدا جدا، هو راجل كبير شويه بس بصله بصه احترام وتقدير بجد. النظره تستاهل بوسه من كتر ما هي بتحترمه وبتقدره، باين في عينيها ان هي فعلا حاسه ان هي مع راجل حقيقي. شفت الفيديو ده؟ عايزك بقى تبص على الفيديو التاني. Oh my God, you're distracting me right now. Sorry. Like now you're just doing that. Why? Why are you distracting me? I'm just captivated by your beauty. You're just distracting me. No, but beautiful. oh my God, stop! You're annoying me. Stop! It's not cute. No, he's distracting me. We're gonna see how it feels to have it be out there. It's gonna be great. This You're season. a winner. Oh my God, when I'm talking, you're not talking. sorry. No, when I'm talking, you're not talking. This is why. Yes, we'll have to like just cut him out of the show. No. No, I mean I think. تخيل كده انت على الريد كاربت، مؤتمر العالم كله بيتفرج عليك، ومراتك عماله تقول لك لما اتكلم تتكلمش، اصل انت بتشتت انتباهي. انت على فكره انا كل ما اتكلم انت بتعمل كده. بص، انا قلت للمخرج يقصقص ادواره في المسلسل علشان تصرفاته الوحشه دي. هي مش بتهزر، هي بتتكلم بجد. فاللي هو انت ازاي مراتك بتكلمك كده؟ حتى انت شايف وش الراجل هو مش عارف يعمل ايه، هو مصدوم، او هو متعود ان ده بيحصل بس ما كانش متخيل ان هو يتحرك كده قدام الناس. وده ممثل مشهور، ده أليك بالدوين، ده ملياردير يعني بالنسبه لنا في مصر. مش مهم انت وسيم قد ايه، الراجل شكله حلو. مش مهم انت قيمتك الاجتماعيه عاليه قد ايه، الراجل ممثل مشهور في العالم كله. مش مهم فلوسك قد ايه، لكن المهم هي طريقه تصرفاتك معاها عموما اللي تخليها تحترمك. لان انا اراهنك انها ما بقتش تحترمه كده من غير سبب. اولا خلينا نتكلم بكل بساطه، هو مختار غلط. لان انت لما تاخد واحده زي دي، يعني انت كان دماغك فين وانت بتختارها؟ فانت مختار غلط، ولما هتختار غلط طبيعي هتلاقي حاجات تندم عليها. دايما الجواز اكتر قرار ممكن يدمر حياتك، لان هو قرار لو اخترته غلط دخلت في قضايا، دخلت في احراج، دخلت في مشاكل، دخلت في ذكريات. يا سلام بقى لو بينكم اطفال هيتربوا تربيه غلط من دماغها متسيستمه غلط. فانت لازم تختار صح. فدي اول غلطه هو وقع فيها، وانت ممكن تقع فيها برضه. فركز في الاختيار. تاني غلطه ودي مهمه جدا، ان هي مش هتحترمك كده بدون سبب. بمعنى يعني هي لو كانت عارفه ان في خط احمر هي ما ينفعش تفكر تدوس عليه ما كانتش عملت كده. لكن هي عارفه ان مفيش خطوط، هي عارفه ان هي ممكن تدوس على وشه رايح جاي يمين شمال. زي الفيديو، هي حرفيا كانت بتدعك وشه بالجزمه بتاعتها. استاذ عمل ايه ولا اي حاجه. أليك بالدوين ده معروف عنه ان هو شخصيه، يعني لو شخص صحفي في الشارع قال له كلمه ما عجبتوش ممكن يتخانق معاه ويهزقه، وده لازم تحترمني، انت ما ينفعش تكلمني كده. وبص مراته بتعمل فيه ايه. الدرس هنا واضح، يعني النظره دي بتكشف لك كل حاجه انت محتاج تعرفها. اعتبرها تقييم لاختيارك، واعتبرها تقييم لأدائك. النظرة دي هي اللي بتعرفك انت واقف فين في العلاقة. ولو البنت بتبصلك بملل وبتبصلك بقلة احترام، بتعمل زي ما انت شفت في الفيديو، انت كده للأسف مختار غلط وأديت في العلاقة غلط. يا حاجة من الاتنين يا الاتنين مع بعض، والاتنين أسوأ من بعض. انت عايز البنت اللي انت معاها صديقتك،
صاحبتك، مراتك، خطيبتك، سميها زي ما تسميها، لازم تكون بتحترمك الاحترام ده. حتى لو انتم مجرد زمايل لازم تكون بتحترمك الاحترام ده. انت بتتكلم، هي بصلك بصة اعجاب، بصة تقدير، محترمه الشخص اللي واقف بيتكلم. طبعا بالذات لو مراتك، لان انت ما ينفعش تدي بنت اعظم واحلى مكافأة انت ممكن تديها لحد، وهي ان هي تكون مراتك بتاعتك وهي مش بتحترمك. فانت لازم تنقي كويس. وجزء كبير من عدم الاحترام ده بيبقى جاي ان انت مش بتنجح في الاختبارات بتاعتها. الراجل ده اكيد كان بينجح في الاول، واكيد معاه عوامل كتير تساعده ان هو يشد انتباه اي بنت في الدنيا. لكن مع الوقت لما البنت عرفت انه اخره فاضي، طب ليه ما احترمتوش من الاول؟ ليه رسمت عليه صوره غير الصوره اللي هي طالعه دلوقتي؟ يعني اكيد انا واثق لو هي كانت بتديله على عينيه من اول يوم كده ما كانش كمل معاها وما كانش اتجوزها. طب ليه هي بتعمل كده دلوقتي؟ لان هي عرفت انه اخره فاضي. عرفت منين ان اخره فاضي؟ الاستاذه عماله تختبره، ترميله شيت تيست يمين وشيت تيست شمال، وهو ما فيش، هو بيقع في كل شيت تيست بيحصل له. فبالتالي هي استنقصته، ما بقتش شايفاه الراجل اللي هي تستاهله في حياتها. فالراجل ده لو كان بينجح في الاختبارات كان قدر يحط حدود، وبمعلمه وبطريقه حلوه بالسنس وبالهزار. اوقات هيحط حدود بالجد على حسب الموقف، هو فاهم هو بيعمل ايه بالظبط وفاهم اللعبه كويس، هي هتحترمه. تبقى فاهم ازاي اللعبه كويس وما تبقاش زيه ان انت تقرا كتاب لعبه الاختبارات، لان الكتاب ده فيه جميع انواع الاختبارات اللي ممكن تتحط فيها في اي علاقه ممكنه، سواء في اول العلاقه، سواء في نص العلاقه، سواء في اخر العلاقه، سواء بعد الجواز. انا عامل لك 7 فصول فيهم كل حاجه انت ممكن تتخيلها. فانت لازم تشتري كتاب من اللينك اللي تحت ده، واشوفك الفيديو الجاي.